يا ريت قبل ما تتفرج على الفيديو ده لو انت مقبل على شراء سياره كيا فلازم تركز في الفيديو ده، لان النهارده معانا الاولى في الشرق الاوسط وهي كيا اي في 5 الكهربائيه. كان سبق لينا وصورنا الكيا اي في 6 الكهربائيه وصورنا الكيا اي في 9 الكهربائيه، لكن اللي ورانا دي اتحاد ما بين الخواجه الكوري والخواجه الصيني. فالنهارده هديك فيديو مفصل تفصيلي عن الكيا اي في 5 وبتقدم ايه وهل السعر بتاعها منافس ولا لا. فلو انت بتفكر تمتلك سياره كيا سبورتاج او مقبل على شرائها اتفرج على الفيديو ده وبعد كده احكم بنفسك. تعالى كده سريعا بقى اديك مواصفات العربيه اللي معانا النهارده دي، لان العربيه دي هتنزل تاخد حصه كبيره من حصص عربيات كتير بنزين. يعني اللي بيفكر يمتلك عربيه توسان، بيفكر يمتلك عربيه سبورتاج، اللي بيفكر في ال 3008 العربيه دي هتاخد حصه كبيره، لان هي بتقدم فيها حبه اوبشن وحبه كماليات وتكنولوجيا البطاريات اللي فيها هي دي اللي تشفع للعربيه. مبدئيا كده العربيه دي تعالى كده اقول لك طولها سريعا علشان تتوقع معايا او تتخيل معايا طول العربيه دي كام بالظبط او كام متر بالظبط لما تيجي تقارنها بالسيارات بنزين المثيل ليها. طول العربيه دي 4 متر 61 سم، العرض بتاعها متر 87 سم، ارتفاعها من الارض متر 71 سم، وقاعده عجلات حلوه جدا 2 متر 75 سم. بتنزل بقى بحاجه مهمه جدا وهو الموتور بتاعها بينزل بقوه موتور 160 كيلو واط، دفع امامي مش دفع خلفي، وكانت تبقى جميله جدا لو كانت دفع خلفي. بتطلع 219 حصان او 218 حصان مع عزم 310 نيوتن متر. بتنزل بقوه بطاريه بقى باصحابه، ده اللي يشفع للعربيه دي ان قوه البطاريه بتاعتها 64.2. الشركه قايله ان هي بتمشي من 530 ل 540 كيلو، بس احنا هنقول ان هي بتمشي 490 كيلو. بس اللي يشفع في العربيه دي واللي هيخليها تمشي المسافه اللي الشركه قايله عليها ان البطاريه بتاعتها ليثيوم ايون فوسفات، احدث تكنولوجي بطاريات في العالم واللي بتستخدمها شركه بي واي دي. نيجي بقى لتصميم العربيه، وتصميم العربيه من اللي قدام ده تصميم عصري جدا جدا. العربيه كلها بتنزل طبعا بانوار كلها ال اي دي، بتنزل طبعا زي ما انتم شايفين كده الشبكه والاكسدام كله ده مصمت قدامك، لان عندنا في العربيات الكهرباء ما بتحتاجش عمليه تبريد هواء، لان انت ما عندكش راديتير ولا سربنتينه هواء ولا اي حاجه. الحاجات دي كلها بتحتاجها في العربيات الكهرباء. في بس عندك سنسور امامي وعندك رادار امامي، والعربيه زي ما انتم شايفين كده. اكتب لي كده قول لي شكل العربيه ايه، شكلها عصري وهجومي ولا شكلها اي كلام. فوش العربيه زي ما انتم شايفين كده مصمت ومتماسك كله مع بعضه، ما فيهاش خطوط حاده كبيره وما فيهاش خطوط حاده في الجنب، فالعربيه شكلها حلو قوي قوي من قدام. تعالى كده افتح لك الكبوت واوريك العربيه الكهرباء تحت الكبوت بتاعها فيه ايه. في اي كبوت عربيه بنزين بتلاقي هنا موتور بقى ودوره تبريد وقصص كتير جدا، لكن هنا العربيات الكهرباء هنا عامل لك مساحه تخزين زي ما انت شايف كده. مساحه التخزين دي 48 لتر، وادق التفاصيل بقى اهتموا بيها في التقفيل والخامات. يعني هنا في العربيات الكهرباء مفيش سخونه، مفيش سخونيه طالعه، مفيش صعد بيطلع، بس هو عامل لك هنا زي ما تقول كده يعتبر غطا بيغطي العلبه دي لو انت عايز تستخدمها كايس بوكس. يعني انت طالع الساحل فانت ممكن تحط فيها بيبسي وتلج والحاجات دي كلها وتستخدمها كايس بوكس. فزي ما انت شايف كده مفيش اي حاجه جوه خالص جوه كبوت العربيه، كل ده زي ما انت شايف مغلق. فكبوت العربيه والخامات بتاعت العربيه مش خامات ضعيفه، خامات حلوه، والخامات اللي مستخدمينها فيها كيا مش بخلانين عليها. بس في تعليق تاعك صغير لما نخش جوه هقول لك عليه. شكل العربيه من ورا عصري جدا، شكل طبعا الكيا اي في 9 اللي احنا صورناها قبل كده. بس تعالى اوريك بقى حاجه كده، ان شنطه العربيه عاملين فيها حاجه جامده جدا، وهي ان انت ممكن تستخدمها منزل او مكتب متنقل. ازاي؟ هنا في رف بيركب في الجنب ده، الرف ده تقدر تحط فيه بقى عليك اللابتوب بتاعك، تقدر تحط فيه اي حاجه تستخدمها، لان هنا في مخرج 220 فولت كانك بتستخدم الكهرباء من البيت 16 امبير. فهنا عاملين حاجه جامده جدا ان انت تحط مكتب وتحط اللابتوب بتاعك وتقدر تستخدم العربيه. لو انت بتطلع كامبينج فانت هتاخد كهرباء وتستخدم العربيه كانها مكتب متنقل. بتنزل بمساحه شنطه 470 لتر، وفي ناس بتقول لك ان هي 490 لتر، فهنفترض ان هي 470 لتر، فمساحه الشنطه بتاعتها تشيل لك شنطتين سفر كبار، لكن اكتر من كده ما تطمعش. بتنزل بكاميرا خلفيه لكن ما بتنزلش بكاميرات 360، وفيها سنسور بارك امامي وسنسور بارك خلفي. لو جينا بصينا على شكل العربيه من الجنب، العربيه ما فيهاش خطوط حاده خالص، لكن هو عامل لك لمسات. انا حبيت اخد لكم اللون ده لان اللون ده اجمد لون نزل فيها، او اللي انا شايفه لون حلو. يعني طبعا في منها جراي وفي سيمنت جراي وفي الاخضر وفي كذا لون، بس العربيه اللون ده حلو فيها لان المنازل كده مع الباكج الاسود والدورات النيكل من بره، او مش نيكل، هو مدي على فايبر، مدي على نيكل شويه. فشكل العربيه من الجنب، والاوكر طبعا بتنزل كلها شفط زي ما انتم شايفين كده، لان دي عمليه مهمه جدا جدا في عمليه قطع الهواء، وبنسميها في الكهرباء عمليه الايرودايناميك. فهنا لو الاوكر دي طالعه كده فبتستهلك طاقه اكتر وبتستهلك كهرباء اكتر، فما بتدكش الرينج المطلوب. فالاوكر الشفط دي زي ما انتم شايفين كده
مديه منظر جمالي جدا للعربيه من الجنب. لو جينا بصينا كده قدام هنلاقي هنا مدخل الشحن في مكان حلو جدا جدا، عكس العربيات اللي كنا بنصورها، يا اما مدخل الشحن بيبقى ورا يا اما من قدام، وده شفناه في عربيات كوري كتير وهي زي الهونداي كونا وزي الكيا نيرو والحاجات دي كلها. فمدخل الشحن هنا في جنب الرفرف اليمين من ناحيه اللي قاعد جنب السائق، بتدعم طبعا الشحن السريع والشحن البطيء على نظام البروتوكول الصيني. فالعربيه دي تقدر تشحن على الشحن السريع في المحطات، على محطه بتطلع 90 كيلو واط او 60 كيلو واط تقريبا في ساعه، على محطه 60 كيلو واط وحوالي 40 دقيقه لو محطه بتخرج 90 كيلو واط. اما في البيت لو انت بتشحنها على الشحن المنزلي فانت هتشحنها تقريبا في حوالي 8 ساعات على شحن قوته 32 امبير بيخرج 7 كيلو واط في الساعه. بتنزل بجنط شكله حلو جدا جدا، شفناه في الكيا الاي في 9 او نفس الجنط، لكن الجنط اللي احنا صورناه في الاي في 9 كان جنط 20 وفي منه جنط 21، لكن الجنط اللي معانا النهارده هو مقاس 225 60 على جنط 18، وسايز الكاوتش والارتفاع بتاع العربيه حلو جدا 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 في المطبات والشوارع اللي في البلاد بتاعتنا. اللي بيفكر يشتري العربيه دي هو الناس اللي بتفكر تشتري عربيه كيا سبورتج، فالمساحات ان هو يستخدم العربيه كعربيه عائليه ده المهم جدا جدا. لو جينا كده قعدنا في العربيه ورا او جينا بصينا على الكنبه اللي ورا، الكنبه تشيل 3 افراد مرتاحين جدا جدا، و3 افراد بالغين طولهم يتعدى ال 170 سم. فالعربيه الخامات من جوه والتقفيل والمساحات ممتازه جدا. وعندك هنا في النص مساحه او كونسوله متحركه تقدر تحط فيها حاجتك ومستلزماتك. العربيه بتنزل بفتحه سقف بانوراما، وفتحه السقف بتاعتها بتفتح مش ثابته زي الاي دي 4. الخامات المستخدمه في البيبان، فالخامات كلها نقدر نقول 90% من الخامات المستخدمه جوه او 80% من الخامات المستخدمه جوه العربيه هي كلها من البلاستيك. هو بس مطرز لك حتت صغيره كلها بالجلد، وجلد صناعي مش جلد طبيعي، فالخامات كلها على قد فلوسها. لان العربيه دي النهارده بتتقدم في الاردن بتاريخ الفيديو ده ب 27500 دولار في المنطقه الحره. فالعربيه على سعرها، فانت 27500 دولار على سعرها حلو مش وحش، على تكنولوجي البطاريات اللي بتقدمها على العربيه لو انت بتقارنها بعربيات كهرباء كتير. ف 27500 العربيه دي هتاخد حصه كبيره جدا جدا من عربيات كهرباء ومن عربيات بنزين. بس الادق اللي بيفكر يشتري العربيه دي هو اللي هيقارنها بالكيا سبورتاج او محب كيا عموما. الناس اللي بتفكر في السبورتج، بتفكر في التوسان، بتفكر في البيجو 2008، فالناس اللي بتفكر في العربيات دي، وخصوصا العربيات دي عندنا في مصر سعرها بقى عالي جدا وسعرها بقى غالي. فالعربيه دي النهارده ما هتحسبها 27500 يعني توصل مصر تقريبا حوالي 28500، تدفع لك حوالي جمارك مثلا 4000 دولار، فانت بتتكلم 33000 دولار او 34000 دولار بتاريخ الفيديو لحد ما توصلك تحت البيت. فانت اضرب ال 34000 دولار في سعر العربيه بتاعتك دي لحد ما توصل تحت باب البيت عندك. الحاجه اللي هتعجبك بقى لما تيجي تخش جنب اللي قاعد جنب السواق هيتبسط جدا، لكن هنا مفيش كونسوله وسطيه تحط فيها حاجتك، هنا بس في زي ما تقول كرسي بتاعك موجود، وبعد الكرسي في حته كنبه صغيره، يعني ممكن تقعد طفل جنبك صغير، بس هنا عامل لك فيها مساحه تخزين. والكراسي المستخدمه والخامات المستخدمه في الكراسي هي جلد معصوف، فبرضو خامات مش وحشه، لكن كان تعليقي صغير جدا على الخامات المستخدمه في البيبان. البلاستيك في العربيه دي كتير في البيبان، هو بس عامل لك هنا جلد. الكرسي او الكراسي اللي قدام فيها تسخين لكن ما فيهاش تبريد. الفئه اللي معانا النهارده عشان نسيت اقول لكم الفئات بتاعتها، الفئات بتاعتها بتنزل بفئه اسمها لايت وفئه اير وفئه لاند. الفئه اللي معانا النهارده هي الفئه الاير الوسطيه، فانت عندك اللاند بتنزل بحبه اوبشنز زياده شويه عن الاير، وهي ان الازاز بتاعها بيبقى دبل، وعندك اللينك يبقى اسيست موجود، والنقط اللي عامله في المرايات والاوتو بارك والركن الذاتي ومثبت السرعه التفاعلي والبصمه اللي من الخارج. فانت لو بتشتري نصيحه من اخوك، يا تشتري الاير على قد فلوسك يا تشتري اللاند لو عايز اوبشن عالي. نخش بقى على السواق اللي هو بيدفع فلوس كتير او صاحب العربيه اللي هيدفع فلوس في العربيه دي هيتمتع بايه؟ طبعا لو جينا بصينا على الخامات، فالخامات برده هنا كلها 90% من البلاستيك، مفيش برده الا المقبض ده هو ده الجلد. لكن لو جينا دخلنا عند الماسوره بتاعت السائق فهنلاقي هنا كل حاجه انت ممكن تتخيلها هي موجوده قدامك. عندك فتحه سقف، عندك هنا الطاره مالتي فيها كلين اسيست مثبت سرعه، وعندك هنا الفتيس شكله جامد جدا زي فتيس الايونيك عندي. الفتيس كده جاي جنب اليمين تحت دراع المساحات، فالدراع الفتيس مكانه حلو جدا لان هو مفضي لك الكونسوله في النص، وزرار الباور هو حاطه لك في نفس الفتيس، فانت مش هتتزاول، او اللي داخل اول مره في العربيه فهو هيتزاول بيها، فاللي داخل عارف ان العربيه مكان زرار الباور فين هيبقى عارف مكانه فين. الطاره شكلها حلو جدا جدا زي ما انت شايف كده، وزرار الدرايف مود هنا ضاف لك في الدرايف مود او في انظمه القياده بتاعت العربيه ضاف لك السنو مود. السنو مود ده اللي هو النظام بتاع التلج مع نظام الايكو والنورمال والسبورت مود. فنظام التلج ده حلو جدا جدا، عربيات كهرباء مفتقداه في الايام اللي احنا فيها النهارده دي. انا بصور لكم في درجه حراره دلوقتي
8. انا عايز اقول لكم انا متلج، فسنو مود ده هيبقى جامد جدا في العربيات الكهرباء. العربيه كمان نازل فيها حاجه جامده جدا، وهي الهيت بامب. فيها هيت بامب في البطاريات، في الاجواء الساقعه الهيت بامب بيسخن البطاريات عشان ما تفقدش نسبه الطاقه اللي في البطاريه كلها، ويديك اعلى درجات حراره، ويديك اعلى درجات مناسبه للبطاريه اثناء المشي في الجو والاجواء الساقعه اللي احنا فيها. بتنزل بشاشتين ابو الصحاب، كل شاشه 12.3 انش، الشاشتين متصلين ببعض مش منفصلين. وعمل لك هنا العربيه زرار التكييف والتحكم في التكييف كامل، فهو من الشاشه زي معظم عربيات كتير التحكم كله بقى في الشاشات من قدامك، لكن هو عمل لك هنا زرار المروحه وتقدر تعلي درجه الحراره وتوطيها من الزرار، وعندك هنا المود بتاع السخن والساقع، واللي تختار الهواء طالع منين قدامك، من رجليك من وشك، الحاجات دي كلها، لكن التحكم كله من الشاشه قدامك. حاجه ثانيه للناس اللي هتسال، العربيه بتدعم الابل كار بلاي والاندرويد اوتو. العربيه بتدعم الابل كار بلاي بس، لكن ما بتدعمش الاندرويد اوتو، ودي حاجه انا برضو شايفها عيب غلس فيها. لو جيت بصيت بقى على الكونسول الوسطيه، فهنا مستخدمين زي ما تقول كده الايونيك 5. عندي الايونيك 5 هنا عندك سداح مداح، او الكيل اي في 5، الكيل اي في 6، او زي ما تقول كده زي الكيل اي في 6، واخدين نفس الكونسول ونفس الديزاين. عامل لك هنا بس طبعا ما فيهاش شاحن وايرلس، لكن الفئه اللاند فيها شاحن وايرلس تشارجنج. هنا عامل لك هنا مكان 2 كاب هولدر، وتحت مساحه تخزين مسطحه كده مفيش اي حاجه. وهنا مخرج 12 فولت بيخرج 180 واط. وهنا لو عايز بقى زي حركه حلوه جدا عجبتني، هنا لو عايز تستخدم التايب سي ده كانه شاحن موبايل، ولا عايز تستخدمه كابل كار بلاي، فانت ممكن تختار تدوس على الزرار تخليه شاحن بس، او تدوس على الزرار تخليه شاحن وابل كار بلاي. حركه جامده جدا جدا، كنت مصوركم في الكيا اي في 9. لو جيت بصيت على التابلو هنا يا ابو الصحاب، الحاجه الوحيده اللي تشفع للعربيه دي ان التابلو بتاعها كله من الجلد، فالحتت دي كلها من الجلد برده مع لمسات كده زي ما تقول كده ايه يعني، تقول شامواه، فده كله من الجلد قدامك. وهنا بس مفيش اي حاجه عندك بلاستيك غير بس في البيبان. في ناس هتتغاضى على البيبان، الناس اللي هي بتفكر تشتري الكيا السبورتاج، فالبيبان عندك كلها بلاستيك، فهنا هنقارنها بالكيا السبورتاج، فهنا البيبان كلها بلاستيك، لكن التابلو في السبورتاج مش جلد، لكن هنا التابلو جلد، فدي هنشفع لهم فيها. اما بالنسبه لمعدات الامان في الكيا اي 5، فهي طبعا فيها بي اس اي بي دي الحاجات دي كلها، وبتنزل ب6 ايرباجز، 2 تابلو، 2 كراسي اماميه، 2 قوايم وسطيه، فكان هيبقى فيها 8 ايرباجز تبقى ممتازه جدا، بس غالبا الفئه اللاند فيها 8 ايرباجز. اما تجربه الاداء بتاعت العربيه دي كنا عاملينها لايف، هسيب لك لينك اللايف كده سواء بتتفرج على اليوتيوب او سواء بتتفرج على الفيسبوك، هسيب لك لينك اللايف وتجربه الاداء الكامله كنا عاملينها في الاردن هنا على العربيه دي. فسامحوني بصور لوحدي في المطره ودرجه الحراره 8، فالواحد زي ما تقول كده ايه متكتك. وبس يا ابو الصحاب، دي كانت مراجعه سريعه للكيا اي في 5 الكهربائيه بالكامل. اتمنى لو بتاخد القرار في امتلاك سياره كهربائيه، او بتاخد القرار في امتلاك سياره كيا سبورتاج او توسان، فكر في الكيا اي في 5، لان العربيه دي هتقدم لك باكج حلوه، باكج كده ايه يعني نقدر نقول قيمه مقابل سعر. فاتمنى لو بتشوف الفيديو ده وعجبك تطلع تعمل لنا فولو لو بتشوفنا على الفيسبوك، ولو بتشوفنا على اليوتيوب تطلع تعمل لنا سبسكرايب الجميل واللايك الفيديو الجميل ده. اشوفكم على خير، السلام عليكم.